السلام عليكم ورحمة الله. ازاي تقدر تعمل فرن لصهر المعادن وبأقل تكلفة وبخامات بسيطة جدا؟ تعال نشوف الفيديو مع بعض. أول حاجة هنعمل بوتقة لصهر المعدن، عبارة عن قطعة معدن مربعة سمك حوالي 3 مللي، ويفضل إنها تكون 4 أو 5 مللي، كل ما كانت السماكة أعلى كل ما كانت أفضل. وبعدين هنقطع لها قطعة حديد مربعة عشان نلحمها في القاعدة من أسفل، تبقى زي وعاء ينصهر فيه المعدن بتاعنا. وطبعا لو انت مش بتعرف تلحم ممكن اي حداد ينفذها لك بسهولة جدا. طبعا لازم اللحام يكون مظبوط تماما، مفهوش اي ثقوب، وبشيل اثر اللحام بالصنفرة الكهربائية. ويفضل طبعا انك تحط فيه مية عشان تتأكد انه مش بيسرب واللحام مظبوط. بعد كده انا جبت 12 طوبة ب15 جنيه علشان من خلال الطوب ده هنعمل ابسط واسهل فرن لصهر المعادن. ده كده هيكون شكل الفرن اللي هنعمله، ولكن هنحتاج طبعا مادة عزل عشان تمنع خروج الحرارة. طبعا لازم تكون مادة رخيصة وطبعا كفاءتها عالية، طبعا مش هنلاقي ارخص من الطين. هنحط طبعا مية على التراب عشان يتحول لطين، وبعدين هنسيبه لمدة يوم كامل عشان يمتزج كويس جدا. وبعدين هبدأ أسد جميع الفتحات اللي موجودة في الطوب، وكذلك اللحامات اللي بين قوالب الطوب. ده كده شكل الفرن من الداخل، وده شكله من الخارج. طبعا مسدود كل الفتحات ما عدا فتحة واحدة اللي هندخل منها اللهب أو النار. دي كده قطع من الألمنيوم المستهلكة هنبدأ نصهرها. تعالوا بقى نسمي الله ونبدأ نجرب. هنحط البوتقة في الفرن وبعدين نبدأ نقفل عليها بالطوب ونسد جميع الفتحات، ولكن هنسيب فتحة واحدة لخروج الغاز أو العادم بتاع النار، وكمان عشان نراقب عملية الصهر. هنشعل اللهب أو البشبوري، طبعا أي بشبوري يستخدم عادي مفيش أي مشكلة. بعد مرور تقريبا 20 دقيقة لاحظت فعلا ان الألمنيوم انصهر، وبدأت أضيف كمان قطع زيادة. بعد الانصهار الكامل ببدأ أشيل الخبث ده اللي هو الصدى أو الأجزاء اللي مش كويسة في الألمنيوم، بتكون عايمة طبعا على السطح. ببدأ أشيلها زي ما احنا شايفين. طبعا الأمر خطير جدا، يجب توخي الحذر، وخصوصا لو بتشتغل في ورشة نجارة فيها أخشاب. هنا بحاول أصب الألمنيوم على الفراغات اللي أنا عملتها في الخشب، ولكن طبعا التجربة ما نجحتش. ده كده الشكل بعد ما صبينا فيه الألمنيوم. طبعا انا شايف ان النتيجة مش جيدة، المفروض يكون الصب فيه انسيابية ويمشي بسهولة شوية عن كده. انا استخدمت مواسير ألمونيا، اعتقد ان هي نوعية غير جيدة، كان فيها بعض التكتلات فعملت مشاكل اثناء الصب. ولكن اطمنكم الحمد لله عملنا تجربة تانية نجحت تماما، ولكن بطريقة مختلفة تماما عن صب المعادن المصهرة، وهي تطعيم الخشب بالحديد. هسيب لكم الفيديو بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف وفي اول تعليق. اما بالنسبة للفرن فانا سعيد بصراحة انه نجح. تقدر تستخدم الفكرة دي في تشكيل المعادن وكمان في صهرها، وان شاء الله يكون له استخدامات في فيديوهات قادمة باذن الله. ما تنسوش دعواتكم لنا جميعا بالتوفيق، اللهم اجزينا جميعا خير الدنيا والاخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.